السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. تعالوا بقى النهارده هنعمل غدا ايه؟ الغدا قلقاس بالخضرة الجميل العسل اللي احنا بنعمله ده، بالسلق والخضرة اللي احنا حاجة زي العسل كده، بسم الله ما شاء الله. هنعمله بطريقة جميلة جدا يا حبايبي، احنا عملناه معاكم قبل كده، فانا بحبكم تشاركوني ايه اي حاجه انا بنزلها. الوصفه دي ممتازه جدا وحاجه جميله جدا. تمام. معانا هنا القلقاس، احنا هنقشره زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على حبيبنا محمد. في بدايه الفيديو كده ادعوا لامواتنا بالرحمه وادعوا لمرضانا بالشفاء، اللهم امين يا رب العالمين. هنقشر القلقاس زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا لما نيجي نقشره ما نبلش ايدينا ميه ولا نبله ميه اصلا. ليه؟ لانكم لما تيجوا تقشروه وتقطعوه هيقع من ايديكم كده، مش هيزفلط معاكم. يعني ايه هيزفلط؟ سوري في اللفظ. يعني هتيجي تمسكوها مش هتعرفوا تمسكوها، مزلقه كده وبتزحلق من ايد الواحد. فاهم حاجه ان انتوا ما تغسلوهوش وانتوا بتقطعوه، تقشروا وتقطعوه وهو ناشف. وبعد كده هتتابعوا معايا الفيديو، هنغسله ويبقى جميل معانا وزي الفل. اهم حاجه ان احنا ما نبلوش ميه. انا هنا بقشر القلقاس، وبعد ما اقشره هقطعه شرايح دواير كده، وبعد كده مكعبات. وبعد ما اقطعه شرايح ومكعبات، احنا معانا ايه الحاجه بتاعته؟ احنا عملنا كيلو ونص قلقاس، عليه حزمتين سلق، عليه اللهم صل على النبي نص حزمة شبت وحزمة كزبرة، بقدونس لأ. تمام. ما نحطش بقدونس خالص، لأن البقدونس غلط ما يحطش على الخضرة. تمام. يا ريت كده في بداية الفيديو تصلوا على النبي كده وتذكروا الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهم حاجة إن احنا ما نحطش بقدونس. حطينا على كيلو ونص القلقاس حزمتين سلق، نص حزمة شبت، حزمة كزبرة. وهنخرط ده كله مع بعضه بالمخرطه، او لو عندكم استحسن مخرطه، عشان ما بقى الحاجه دي بتتعصر جوه الكبه او بتتفرم جوه الخلاط غلط، انما تبقى كده خشنه شويه تبقى جميله بالمخرطه. تمام. لزوم بقى القلقاس معانا اهي. هنا عملنا شوربه، خدنا شوربه بعد ما نقطع الخضره. معلقه سمنه في الحله، وهنحمر الخضره زي ما هتشوفوا معايا كده. هنحمر الخضره بمعلقه سمنه او معلقتين سمنه. مش هنحمر يعني، تبقى جاي ان هي تشم ريحتها كده حلوه، ما تنشفش جامد. هنطفي عليها. هنكون مجهزين الشوربه. هناخد كبشتين 3 شوربه على قد الكميه، اكتر اقل لل بتاع الخضره اللي احنا حمرناها في قلب الحله شوربه. وبعد كده نكون احنا غسلنا القلقاس، حطينا القلقاس في ميه زي ما انتوا شفتوا كده، ميه سخنه. بعد ما نقطع القلقاس هنحطه في ميه سخنه. الميه السخنه ده هيقعد دقيقه واحده، بعد كده هنغسله في مصفى تمام التمام، هيبقى جاهز ان احنا نحطه. تمام. اللي انا قلت لكم بردك الشوربه حطيناها في قلب التحميره بتاعه الخضره. هنديها غلوه، هنكون محضرين الشوربه، ولو احتاجنا ملح هنحط ملح. القلقاس اللي احنا غسلناه هنضيفه على الخلطه اللي احنا عملناها الخضره الجميله ديت، ونديها غلوتين. وبعد ما نديها غلوتين هيكون معانا 3 4 فصوص توم، هنطحنهم جامد. وبعد كده هنحمرهم بمعلقه سمنه، وهنطشهم للقلقاس بعد ما يستوي. بعد ما يستوي في الخلطة اللي احنا عملناها، اللي هي الخضرة بتاعة القلقاس. تمام. انا هنا عملت الفراخ، بنشوح الفراخ، هنحط عليها معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح، معلقة كمون، مرقة. حطينا بصلة، وعملنا رز بشعرية. حاجة كده جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين في الفيديو يا حبايبي، احنا عملنا ايه؟ حاجة جميلة جدا. تمام. طشة التومة ما تتحطش الا اما القلقاس يستوي. يستوي في ايه؟ في الشوربة اللي انا عملتها قدام منكم. خدت خلطة، خدت طفيت على النار من تحت كده لحد ما بردت، وبعد كده حطيت الشوربة عشان ما تتحرقش مني. وبعد كده ولعت تاني وحطيت ايه القلقاس يستوي فيها. معانا 4 فصوص توم حمرتهم، بس بعد القلقاس ما يستوي. ما ينفعش نحمر التومية والقلقاس لسه ما استواش. هياخد غلوتين كده يستوي، بعد كده نعمل الطشة بتاعت التوم عليه. تمام. وبعد كده نغرفه بألف هنا وشوف. عملت فراخ مسلوقة ومتحمرة في البانيه، في الفيجيتار، يعني زي البانيه كده فيجيتار كده، بس خلطة البانيه يعني.
وحمرتها وعملنا سلطة، مش عملنا سلطة سوري، عملنا رز وعملنا القلقاس وفراخ وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، اشتراك بالقناة، فعلوا جرس الإشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي توصل لكم. حبايبي قولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد، بره مصر وجوه مصر. شكرا لكم ولدعمكم، منوريني حبايبي، بحبكم في الله. شكرا لكم ولدعمكم ليا وكومنتاتكم الجميلة اللي بتبسطني. شكرا لكم حبايبي، منوريني كلكم. فزي ما انتم شايفين كده احلى طبق هنغرفه، يعني العين بتاكل قبل البق، حاجه كده حلوه قوي، حاجه طعمه كده. بس المهم في الاول وفي الاخر ان انا ما باكلش القلقاس. انا بقول لكم انا بعمل القلقاس الف انا وشفا اللي بياكل، بس انا ما بحبش القلقاس. والله ما باكله خالص، لا كان في ناس بتعمله بصلصه وفي ناس بتعمله بالخضره، ولا باكله كده ولا باكله كده ولا بحبه كده، يعني ما بحبنيش. يلا بقى الحمد لله. اللهم صل على حبيب النبي محمد. فالمهم ان انا ما باكلش القلقاس اصلا عشان تبقوا عارفين. لا اله الا الله محمد رسول الله. فانا عملته وخليته زي الفل كده، بس انا ما باكلش منه الصراحه.